اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا عليه أفضل الصلاة والسلام. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وحشتوني أوي أوي أوي. ربنا يبارك فيكم. تعالوا نشوف ايه البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ايه؟ ملح، سكر، كركم، دي بهارات كده تقريبا فراخ، قرفة، معايا لما صلى الله وسلم على سيدنا محمد، بابريكا، كمون. دي خلطة كده عاملاها بكمون، حاجات كتير كده، وسبع بهارات وكله، وفلفل اسمر. تمام، حطه كله. اولا كده انا اسفة على صوتي، لان فعلا والله العظيم كنت واخدة دور، يعني فعلا كنت بموت حرفيا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنت قعدت كام يوم كده عايشة المحاليل، بس كان اول يوم بقى ان انا ايه اقوم كده واعمل اي حاجة، فكنت براحتي يعني اعمل حاجة وانام شوية، اقعد اعمل حاجة واركن شوية. المهم جبت الفرخة بتاعتي، كانت فرخة بحالها، قطعت ربع فيها الصدر كده من فوق زي ما انتم شايفين، اعمله على ايه شوربة الخضار. كله فيديو واحد. تبلت الفرخة كده زي ما انتم شوفوا في اول فيديو. حطيت طماطمتين وفلفل وبصل والبهارات بتاعنا اللي انتوا شفتوها، وعملت ضربتهم في الكبة. وكنت انا غاسله الفرخه كويس قوي، ملح وسكر وسفندي، قشر سفندي كده، عشان ايه كانش عندي ليمون وقتها، بس انا جبت ليمون يعني. وتبلتها وحطيتها في في التلاجة شويه على ما جيت استعملها. جبت الربع اللي انا عاملاه، اللي انا كنت حشته منها، قدحت حته سمنه صغيره، وحطيت الصدر بتاعي وشوحته فيها، وقطعت بصلايه وحطيته عليه واشوحه بالبصله برضو، طماطميه والبصل ده، واحط بصليه كمان. وصراحه انا كنت مقطعاها اللي هحطها مع الفرخه، بس كنت قطعت اتنين، حطيت واحده وسبت التانية، قلت احطها في شوربه الخضار. نزلت بالبسله. البسله دي كانت في الفريزر عندي منها، كنت جايبه يعني وكده، بس مش عارفه ان والله كل حاجه استوت، حتى الصدر استوى، بس البسله فيها حاجه بسيطه كده يعني، جبت سنه مش عارفه ليه، بس كانت شوربه خضار رهيبه بجد، كانت طعمها تحفه بألف حنة. المهم جبت قلت اما اعمل الفرخه، انا كان حسين قالالي عايزاه الفرخه متبله يا ماما، وعاملاها زي ما كنت عاملاها المره اللي فاتت. كنت عاملاها في الفيديو اللي فات، اللي هو الفيديو كان مع الكفته والمكرونه البشاميل وكده. قالت كانت حلوه، عايزه منها. فجيت قلت طيب تمام. كنت متبلاها، قلت مش هقطعها واعملها في الكيس الحراري. حطيت معاها بطاطسيتين اتنين صغار وسط كده. الكيس الحراري ده مكتوب عليه وسط، ووزنه صغير اصلا، لانه يدوب ما خدش البطاطسيتين اتنين، بصلايه وسط، قرن فلفل، والتلات ارباع الفرخ. كنت عصرهم طماطمايه، وجيت حطيت ما حطيتش اي ملح ولا اي بهارات اي توابل على الخضار ده. حطيت من اللي وريتهولكوا في الكبه اللي فاضت منها، حطيت منها على شوربه الخضار، حطيت منها على الخضار ده كمان، طعمها حلو قوي. اللي كنت عاملاها للفرخه، متبله بالفرخه تتبيله يعني، حطيت منها هنا. دي قولوا معايا، مستك. وحطيت برضه على الفرخه هناك شوربه الخضار على الصدر. تمام. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. وحطيت الطماطم من عصرها، بعملها عشان تبقى كلها ببعضها. وحطيت الفرخه، ومعانا الرباط اللي هو اللي بتاع الاكياس ده برضه. الاكياس دي مفيش الا 3 اكياس، بس لقيت خمس تربطات. المهم كنت اول ما جبت الاكياس ديت كان فيها بقى 5. ما شاء الله، كانت الكيس حلوة كبيرة. بس انا جبت العلبة بتاعتهم، ما كانش فيها الرباط ده، كنت زعلت قوي. كنت بستغرب برضه، كنت بحط الفرخة كان فاض منها يعني مساحة كبيرة، كنت بربطها قوي بقى منها فيها كده، ما يعني ما وقفتش معايا يعني. المهم ربطت وحطيتها في الفرن ساعة.
حطيت شويه طماطم كانوا معصرين وحطيتها في الفرن ساعه بالظبط، بقت زبده معايا قسما بالله. انا يا دوب فتحت الكيس من فوق كده بقى ساعه بالظبط، من الساعه 2 للساعه 3. ما كانش احمر قوي، تاني فاتحه الكيس وحطيتها تحت الشوايه. ده كله وانا بعمل ايه في شوربه الخضار، يعني كانت من الساعه 2 للساعه 3 خلصت الفرخه في الكيس الحراري وشوربه الخضار. تمام. كان عندي بقى مكرونه يعني من اليوم اللي قبله، وكان في رز برضو في التلاجة معمولة برضو قبلها بيومين 2. قلت لا مش هرمي حاجه، مش هعمل ايه رز ولا اعمل اي حاجه بقى، حلو قوي الكلام ده. المهم حطيت دي في الفرن البوتاجاز، كنت مولعه الفرن وقتها، ونزلت بقى بالكوسه على الصدر بتاعنا بتاع شوربه الخضار، بالجزره، بالبطاطسايه اهو. كنت انا حاطه عليها من التتبيله. انا في الصدر الاول وانا حطاه كنت فاكره الاول خالص احط من التتبيله دي، مش عارفه ايه اللي نساني، بس حطيت ايه فلفل وملح، فلفل اسمر وملح ومستكه، بس مش اكتر من كده. محطتش بقى حبهان ولا ورق لوري ولا كده، استكفيت بالحاجه اللي حطيتها بس مش اكتر. قلبت شويه يعني، شوحتهم شويه بعضهم بالخضار كده، وكنت غليت ميه، قمت تاني ايه نازله بايه بال حاجة عيب على البر، مش راضي ينضف عن كده والله، حاولت فيه كتير. اه الحمد لله حاجة يعني، انا راضية. بس ربنا يديمها عليا نعمة وافضل كده، الحمد لله الاقي الحمد لله ربنا سترها معايا، الف حمد شكر لك يا رب. ان كانت شوربة الخضار استوت، وبرده كانت الفرخة اللي في الكيس استوت بعد ساعة، لان كنت مهدية على شوربة الخضار. طعمها حلو اوي بجد والله، مستوية جميلة. انا ما رضيتش، هو الدكتور قال لي اشربي شوربه خضار، بطاطس مسلوقه، بطاطا مشويه، غير كده ما تاكليش اي جبن، اي انواع جبن، حتى لو جبنه قريش. ما تشربيش لبن، ما فيش، هو يدوب شوربه خضار. بس قلت شوربه خضار، انا قعدت كام يوم ما اكلتش حاجه، فاعمل حتى الصدر مش سمين قوي. هو قال لي اي حاجه فيها سمنيه، اي حاجه ما تعملهاش، بس انا ايه عشان اعرف اكلها، لان فعلا كنت خلاص هبطت جدا، هبطانه جدا وتعبانه وروحي رايحه، لازم ايه اكل حاجه. عملت للعيال اللي هي في الكيس الحراري، وعملت انا بشوربة الخضار، كان طعمها جميل اوي والله العظيم. تعالوا اتفضلوا معانا. مم. ربنا يشفي كل مريض ويرجع كل مغترب، ويفادي كل واحد يا رب شغال، ويرزق كل اب كل ام كل عامل شغال يا رب، بان احنا بقينا في ايام صعبة بجد والله العظيم، احنا في ايام صعبة بجد اوي اوي اوي. ربنا يلطف بينا لنا، ربنا يرخي المسلمين، ويفادي كل واحد يا رب، فادي كل مغترب يا رب، ينجيهم فاديهم يا رب، واكبر بخاطرهم وراضيهم واسعدهم، ويرجع كل واحد لأهله يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب، ونجح كل الطلبة يا رب، نجحهم يا رب، نجحهم ووفقهم يا رب، كل الطلاب يا رب، ابتدائي اعدادي ثانوي كليات يا رب، وفاديك يا ابني يا رب ونجحك. اللهم امين يا رب العالمين، ونجحك يا بوسينة يا بنتي انت واخوك يا رب يا عمر، وفاديهم يا رب. غرفت طبق بقى لان كنت خلاص عصرت عليه نص ليمونية، حاجة بسيطة كده، مع ان معدتي وجعاني، بس برضو مش عارفة اكلها بغير ليمون. وسينة كانت جاتلي من العيادة، قلت لها اجيب لك تاكلي، قالت لي إيه هنام شوية، نمت، وقلت لها تجيب لك تاكلي، قمت تاني غرفة شوية رز على شوية بطاطس من اللي هما بتاع اللي في الكيس ده، وادت لها ايه ورك. هنا بقى اللي هفتح الكيس وافضي الحاجة كلها وانزلها تحت الشواية تاني. تمام. تاخد وشي كمان تحمر شويه كمان، لان ولادي بيحبوا الشقري الله حمرا. فضي الكيس اهو، بالله عليكي وانت بتطلقي وانت بتفتحي الكيس خلي بالك قوي قوي، لان الكيس بقى فيه مهما كان بخار، تيجي تفتحي يطلع على ايدك هيلسعك. حاولي بحاجه، افتحي بمقص، افتحي بسكينه طويله كده، بحيث ان ايدك تبقى بعيد. تسلم ايديكم قدما بجد، الكيس الحراري ده تحفه تحفه، انا ما عملتوش من زمان. انا جايبه اصلا كيس حراري بقالي شهرين ولا اكتر عشان اعمل بيه، ما بتصادفش معايا، لاني معظم الوقت بوسان هي اللي بتطبخ. اه زبده بألف هنا، مع السلامه.